السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاءين الأخرانيين من الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز. المصري وبتروجيت. مباراة غريبة جدا. بتروجيت سيطر الأول 45 دقيقة، سيطر وضيع أكتر من هدف. يمكن المباراة طلعت 4-0 لصالح المصري، ولكن الشوط الأولاني كان ممكن بتروجيت هو اللي يكسب 4-0. ضيع فرص انفرادات مش فرص أهداف. الشوط الاولاني طلع 1-0 للمصري. اللاعب الافريقي بادجي احرز هدف، والشوط الثاني في الدقيقه 66 قدر ميدو جابر يحرز هدف ثاني بدماغه، ثم هدف ثالث عن طريق بادجي، ثم هدف رابع عن طريق نفس اللاعب هاتريك، وتنتهي المباراه 4-0 نتيجه تقيله على بتروجيت. ثم حرس الحدود والزمالك، مباراه كويسه من الفريقين. قدر عبد الله السعيد يحرز هدف من ضربه جزاء، عبد الله الهداف الكبير. ثم ينتهي الشوط 1-0 لنادي الزمالك. الشوط الثاني حاول الحرس يعود للمباراة، وضغط النادي الزمالك شوية على فترات، ونزل ناصر منسي كالمعتاد كل ما ينزل يحرز أهداف. الراجل بصراحة نزل أحرز هدف في الدقيقة 90، قتل المباراة، وثلاث نقاط مهمة لنادي الزمالك يقربوه من اللي فوقيه اللي هو النادي الأهلي 40 نقطة، ونادي بيراميدز 44 نقطة. بس في مشكلة هتحصل لو اتحاد الكورة والرابطة ما تدخلوش. لازم يحسموا موضوع الثلاث نقاط اللي هيتخصموا من النادي الأهلي. هل هل اتحاد الكورة هيقعد يعمل الحاجات اللي بيعملها دي ويرفع جداول ويحذفها؟ الشغل ده مش هينفع. الموضوع محتاج مواجهة، لأن هو الحق خلاص نادي الأهلي انسحب، يبقى يستحمل نتيجه خطأه ان هو الثلاث نقاط بتوع المباراه وثلاث نقاط يتخصموا اخر الموسم زي ما حصل مع نادي الزمالك الموسم اللي فات. غير كده يبقى اتحاد الكوره والرابطه بيعملوا مشكله مش هتبقى سهله، لان محدش هيسيب حقه، نادي الزمالك مش هيسيب حقه. فنتمنى لاتحاد الكوره يا جماعه، احنا بنقول اهو ما تعملولناش مشكله. السلام عليكم.